حصل معايا مواقف مع عملاء ممكن توديك في داهيه حرفيا لو انت ما عرفتش تتصرف صح، ولو ما عندكش كمان داش كام تقدر تثبت حقك، او ما لقطتش ان ممكن يحصل معاك حوار وخدت بالك. وطبعا اولا واخيرا ربنا بيستر. فالكلام اللي حصل معايا ده حصل معايا في خلال اليوم، ركب معايا نوعيتين من العملاء دول، واليوم الثاني ركب معايا برضو ناس ثانيه كان ممكن يعملوا مشكله. اول عميل ركب معايا واحد وواحده شابين، شاب وبنت شكلهم محترمين يعني. فالمهم قعدوا ورا، يا دوب اتحركت بالعربيه مفيش 5 دقايق الكلام بتاعه لقيته لهجه خليجيه، فعرفت ان هو مش مصري، اكيد بقى مش مراته او ما يقربلهاش او الكلام ده، ما علينا ما يخصنيش. شويه وانا ماشي لقيته بدا يقرب على كتفها وماسك الموبايل وعمال يوريها حاجات وقاعدين لازقين في بعض. رحت مهدي على جنبه وقلت له لو سمحت القعده دي ما تنفعش، اقعدوا عدل يا اما تنزل تقعد جنبي. قال لي لا يا صاحبي ده انا بوريها حاجه على الموبايل ومش عارف ايه والكلام ده. فقلت له طيب توريها حاجه على الموبايل بعد ما ننزل من العربيه، ما توريهاش حاجه على الموبايل وانت قاعد في العربيه بالوضع ده. دقيقتين بالظبط عمل نفس الحركه تاني، فطبعا رحت مدي انتظار وقلت له القعده دي ما تنفعش، انا بعد كده هلغي الرحله وهنزلك والموضوع هيبقى وحش بالنسبه لك وبالنسبه لي. طبعا بدا يطجن بقى في الكلام، وانا ما بعملش حاجه وانا اول مره اشوف كده والكلام ده ما ينفعش. قلت له اول مره اشوف كده او اخر مره اشوف كده، معايا انا دي عربيتي الشخصيه، ما ينفعش ان انت تركب بالوضع ده، تركب باحترامك، حتى لو اللي معاك دي مراتك ما ينفعش ان انت تقعد بالوضع ده. ده اول موقف والحمد لله ربنا ستر وعدى على خير. طيب لو انا مثلا ما عرفتش اتصرف صح، او لو حد كتر في الكلام ورمى بلاء عليك، هتقدر تثبت حقك ازاي؟ الموضوع لو انت بتشتغل في النقل الذكي بقى مهم جدا دلوقتي ان انت يكون عندك داش كام في العربيه او اي كاميرا باي نوع، عشان تقدر تثبت بيها حقك لو العميل اللي راكب معاك ده رمى بلاء عليك. تاني عميله ركبت معايا كانت عامله اللوكيشن بتاعها مش مظبوط، يعني وصلت لها المكان الجي بي اس اللي محدده بالظبط، بس هي كانت الناحيه الثانيه. طبعا بتكلمني في التليفون الاسلوب بتاعها كان وحش، يعني بتقول لي انت فين؟ واقف فين؟ قدامك قد ايه؟ كلام ناشف كده. فقلت لها انا واقف الناحيه الثانيه. ايه اللي وقفك الناحيه الثانيه؟ انا عامله اللوكيشن هنا. قلت لها انت اللي عامله اللوكيشن في المكان اللي انا واقف فيه. طيب استنى عندك هعدي لك، زي ما انا بقول لكم كده. يعني الطبيعي اصلا وغلطتي ان انا ما كنسلتش الرحله، كان المفروض اكنسلها، بس ذوقيا لما لقيتها بتعدي الشارع هي وكان معاها بنتين تانيين، فيعني استعيبت ان انا اخليها تعدي الشارع واكنسل الرحله. عملت باصلي يعني. المهم قبلت المشوار، ركبت معايا. انت ايه اللي وقفك هنا؟ قلت لها اللوكيشن بتاعك كده، وخلاص انت عايزه توصلي للنقطه المعينه هوصلها لك وخلاص، يا ريت ما تتكلميش معايا كتير. انا شايف اسلوبها وحش. سكتت، يا دوب اتحركت بالعربيه بلف مع يوتيرن على الجي بي اس. انت ايه اللي مشاك من هنا؟ جي بي اس كده هيبقى اطول. قلت لها انت حضرتك طالبه فليكس، وانا مش من مصلحتي ان انا ازود عليك المشوار يعني، والمكان اللي انا همشي منه ده هو اللي الجي بي اس جايبه واقرب. طيب طب انا كده عايز اوصل، اصل انا مستعجله. قلت لها والله انا مش هطير، الدنيا زحمه. بتتكلم في التليفون، فاللي بيكلمها بيقول لها انت فين؟ بتقول له الكابتن عمال يفسحني. رحت منزل المرايه وبصيت لها قلت لها ليك عندي اللوكيشن اوصلك للمكان اللي انت عايزاه، غير كده لو سمحتي مش عايز كلام تاني في العربيه. طيب فرضا برضو دي نوعيه تانيه اهي، لو واحد ما قدرش ان هو يتمالك اعصابه، او لو هي كترت في الكلام وغلطت، عشان في بعض الناس يقول لك ايه العميل على حق، لو هي غلطت وعملت ايا كان هي واحده. طب ما هي واحده ليها حدود وليها طريقه في التعامل عشان تحترم اللي قدامها عشان يحترمها. فرضا كترت، ما هو اكيد مثلا انا واحد من الناس لو واحده ردت عليا برد عليها بنفس الطريقه، لان طبعا الاحترام لو هاجي اقيسها على اهل بيتي عمرهم ما هيركبوا مع حد يتكلموا معاه بتطاول او بقله ادب. فدي نقطه تانية مهمه. برضو مهم جدا ان انت يكون عندك داش كام. تالت بقى موقف، وده برضو كان رخم شويه. عميل طالب رحله، المشوار كان حوالي 9 كيلو، عامل 100 جنيه، سعره كويس. وصلت للعميل فلقيت زحمه كتير كده واقفه في الشارع وبتاع، واحد جاي بيفتح الباب قدامه وعايز يتفس 2 معاه و4 ورا. رحت قافل الباب وبقول له حضرتك انتوا كام واحد؟ قال لي احنا 6. قلت له يعني ايه 6؟ قال لي 6 احنا بنركب كده على طول وبتاع، ايه المشكله يعني؟ قلت له يعني ايه 6 برضه؟ يعني ازاي اركب 6 في العربيه؟ بغض النظر العربيه عندي واطيه وما ينفعش، بس اقنعني كده انتوا ال6 هتركبوا ازاي؟ قال لي احنا رفيعين وبتاع. قلت له طب يعني لو بالعقل هتركب 4 ورا تقعدوا على رجل بعض وقعد 2 قدامي، هتدفع لي المخالفات؟ العربيه لو حصل حاجه في العفش هتنزل تصلحها لي؟ وده كان موقف، وكانت منطقه شعبيه شويه، كان ممكن الموقف ده يتطور. ودي بعض العينات اللي احنا بنقابلها للاسف في شغلانه النقل الذكي. وعشان كده انا قلت ان الشغلانه دي خلاص الله يكون في عون اي حد واخد الشغلانه دي شغلانه اساسيه، والله يكون في عون اي حد شاري عربيه بالتقسيط او لسه بيفكر ومضطر ان هو يشتري عربيه جديده عشان ينزل الشغلانه دي. عايز اقول لك الاسعار رايحه في داهيه، الدنيا خربانه. فكك من الموضوع ده خالص، وشوف زمايلك اللي شغالين بيعملوا ايه وبيكفوا على نفسهم ازاي.